ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس امرا، يا ريت تحطوا لي لايك كده وتشجعوني علشان خاطر ترفعوا من معنوياتي، عشان كل يوم انزل لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده مهم جدا جدا جدا، عايزاكم تتابعوه للنهايه، ما تجريش الفيديو واسمعيه عشان تفهمي انا هقول لك ايه. الناس اللي بتربي طيور، انا النهارده يا جماعه عايزه اغير العلف بتاع البط. انا كنت باكل عليه انا اول مرحله، وبعد كده دخلت على تاني مرحله. البط بتاعنا انتوا عارفين ان هو جاي لي تالت يوم العيد، هنقول ان هو طالع يوم العيد او ليله العيد، الله اعلم. احسبوا بقى انتم النهارده احنا كام يوم؟ النهارده كام؟ 20/7 يا جماعه. هو جاي بقى كام 7؟ انا معرفش هو جاي كام 6، طالع كام 6 تقريبا. يعني هو قولوا 15/6 او كده، يعني بقاله 35 يوم. هنقول هو بقاله 35 يوم لان هو جاي لي. اكلته علف، كنت باكل علف من دهوت وخلاص. البط هو لو حطيت له هياكل، بس انت مش هتلاقيه علف. انا عندي بسم الله ما شاء الله 21 بطة، عندي 11 بطة مسكوفي، خليط مسكوفي على سوداني، وعندي 10 بطات فرنساوي بيور، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد فراخ. فالعدد كتير وهو كده خد كفايته. انا النهارده جبت له تشكيله حلوه قوي قوي قوي، بتكبر معايا البط بسرعه، وهتشيله وزن، بس مش الوزن اللي هو بتاع الذبيح. عندي الذبيح بقى هقولك هنحط له ايه مع بعض. تمام. اول حاجه انا جبتها يا جماعه، جبت ابن الخطابه هي، جبت رده، احنا بنقول عليها رده، في ناس بتقول عليها نخاله رده زي ما بتقولي، بس المهم تكون حاجه كده ايه كويسه. اهي جبت دي النخاله بتاعت اللهم صل على سيدنا محمد، بتاعت الغله يا جماعه او القمح. انا جبت، قلت للراجل، انا اتفاجئت بيها بصراحه وعجبتني قوي قوي قوي. قلت له انا عايزه انعم درجه في الذره، عشان ده بط لسه صغير، فما ينفعش نحط له عليه او ذره خشن. دي الذره الصفرا، بس ده مطحون. انا ما كنتش اعرف اصلا ان في ذره مطحون كده للطيور، بس انا لما شفته كده عجبني قوي قوي. تمام. معايا كمان العليقه، لان ما ينفعش نقطفه كده على من غير عليقه على طول. تمام. انا معايا شكاره 50 كيلو وشكاره 25 كيلو، 50 كيلو رده، 25 كيلو ذره، 12.5 عليقة. معايا شكارة كاملة، عدد كامل 50 كيلو ردة، معايا نص الردة ذرة، معايا نص الذرة عليقة. وصلت؟ عندك عيش قلبي عيش، انا ما عنديش عيش. انا هحط العيش، هوريكم انا هحطه ازاي دلوقتي. بالنسبة للفراخ يا جماعة، انا باكل علف بياض، باكل جمصة علف بياض. البياض حلو، لا بيربي دهون. الناس اللي بيقول الفراخ مش راضيه تبيض والفراخ مش عارف، باكل اهو. انا بوريكم الحاجات اللي انا باكلها في بيتي، علشان خاطر بنربي طيور، تربي صح وتاخدي منها انتاج كويس، سواء في اللحمه او في البيض. البيض ليه حاجه يا جماعه، واللحم ليه حاجه. ده بتاعت البيض، عشان في ناس كلمتني من القاهره بتقول انا ما بلاقيش الكلام ده هوت. في ناس كلمتني من بنها بتقولي ما عندناش، لا موجود في كل مكان. اي علاف، اي راجل بتاع علف بتقول انا عايزه علف بياض. انا باكل جمصه، دي شكاره جمصه اهيت بياض 14% بروتين. تمام. عايزه افضي الشكاره ده اهي، بس انا مش هفضيها كلها يا جماعه عشان خاطر هبقى اقلب اول باول. تعالي لو سمحت امسكي لي التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا ما اطلعش من وراك المصلحه؟ انا كنت افضل. بسم الله ليه يكفيك شر غربتك يا ابني، انت واللي زيك يسترها معاك في طريقك ويفتح لك ابواب الرزق. هو اللي كان بيعمل معايا، وانت رخرة يا فوزية وجوزك وكل اللي سمعني ويقول امين. بسم الله، ما انا لسه حلوه اهو يا بنتي بصحتي، لسه فيها شويه مروه. انا فرحانه قوي بالدوره ده زي ما تقولي قولي. بسم الله. خلي دول ما تنشوي سمكه ولا حاجه، بدل ما نشوي دقيق ولا تعملي شوية عيش رايح.
بعمله على دي، بس الردة دي جميلة. دي مطاحن كفر الشيخ. انت نفسك في الذرة؟ يا ريت. هسيب لك فطيرة يا فوزية ما تقلقيش. ده انا فرحانة بيها فرحة ما تتخيليش قد ايه. ده اشكفيكي فطيرة مش هديهولك طبعا. ده انا هعينه عندنا. لقيتي قشطة خدتيه، ما لقيتيش قشطة خلاص. تمام يا حبيبتي. وانت خايفة تتكلمي حتى الصوت. بسم الله. بس عايزة اتكلم. عارفة فوزية ما بعمل كده بنسى اكل الطيور. يا رب. كده بقى انسى اكل البط لحد ما يبقى ايه عالجريح. اجي جايبه له خلطه تانية برضو فيها حاجات زياده عن كده عشان بقى تشيله وزن. ما بحبش انا اشتري كده كده. استني دقيقه كده. بس العليقه شويه صح. ربع شكاره. كانوا عايزين نجدليه كمان مرة. ونص يعني اجيب لهم نص شكاره. ايه يا اختي اهم حاجه الذره. العليقه مش هتبان الا لما تيجي تبسسيها. وقفي دقيقه. تعالى انا وانت وهو. ماشي يا بنتي حطيتي معايا ليه؟ انا كنت حاطه معاكم تمر. انت كذاب. وانتي وقفي على العلبوم يا بنتي. و... بصوا بسم الله ما شاء الله. انا مليت الشكاره اهي. بقت كده الخلطه اللي انا مش هنع اهم حاجه ان شاء الله عشان عندي كده الخلطه جاهزه. من محتاجه اعلف هعلف. تعالوا بقى نفطر الطيور ونشوف البط مع بعض. اول اكل ليه هيستجيب ليها ولا لا، وهنشوف هنضيف له ايه كمان، وهنشوف البط عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه انا حطيت هوريكم اللي انا حطيته دلوقتي. تعالي يلا يا روبان. سيبوهم يا بنت. خدي تعالي هنا. دي الخلطه اللي انا عاملاها معاكم وعلى شويه عيش اهم. خليك ورا كده. خليك ورا. ارجعي انت كمان ورا. ماشي يا بنتي ورا هناك. ارجعي يا ورا. تعالوا تعالوا تعالوا. خليك ورا كده. عسل 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 عسل.
في فرخان لسه جوا يا أمي. فرخين. تعالوا يلا يلا روحوا كلوا معايا. انت شايفه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. انا حطيت لهم هما الطبقين بس ما ببلتهوش قوي عشان الفراخ اللي معايا وعشان البط برضو ياكل ويشرب. حطيت لهم ميه هناك فين، هناك كده فيه في مزراب تحت الحنفيه اللي بينزل في الحمام، في صرف الحمام، عشان ما يزرزقوش السطح كله. عندي هنا بقى فرخين كمان عايزه اطلعهم ياكلوا معاهم عشان الرده دي بتخلي الطيور تربرب كده وتحلاو. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن احبسهم كلك مع بعض انا اهو واريح نفسي. بسم الله بسم الله ما شاء الله. الخلطه دي يا جماعه بتخلي البط يكبر ويربرب كده ويبقى طري ومربرب معاكي وميبقاش ناشف ولا مقفع ولا الكلام ده كله، بتخلي البط يوم وبيومين. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. انا عندي كميه زي ما قلت لكم، انا كان جاي لي من عندي حمات رحاب 7 بطات ومن عند اختي 4، ورجعت اشتريت 10 تانيين فرنساوي على الفراخ دول الهندي على الهجين اللي عندي. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الله، بيخلي الفرخه حلوه. الديك ده انا سايباه معاهم لان الديك ده حجازي، اخوه شغال بس هو لسه ما اشتغلش لان ده حجازي اصلي، فانا سايباه. عايزاهم بقى ياكلوا مع الفراخ ديت ومع البط ده عشان يربرب. البط بسم الله ما شاء الله قطيع من البط. كان نفسكم مرحب تربي بط؟ كان نفسكم ان انا اربي بط من زمان، وكل شويه تقولي لي يا ام رحاب ما بتربيش بط ليه، يا ام رحاب هاتلك بطتين. احنا جبنا بطتين وتحت ذكر وانتايه، وربنا يرزقني واياكم، ربنا يرزقني برزقهم يا رب، لان الواحد بيبات يحلم بالاكل بتاعهم. ما تتخيلوش لما ربنا بيرزقني وراح اجيب لهم اكل ببقى سعيده قد ايه. طبعا لان ده طير اخرس ومسؤول مننا، ربنا يرزقنا يا رب. عارفه الخلطه ديت مش هتخلي البط يبقى عنده افتراس. ساعات لما البط بياكل عليها كتير او عيش لوحده بتبص تلاقي البط يبدا او تجوعيه يبدا ياكل في بعضه وينهش في بعضه والعياذ بالله ويقلع ريش وياكل ويعور بعضه. لا، الخلطه دي بقى هتخلي البطه زورها مليان ومش هتفكر لا تقلع ريشه من عند اختها ولا من عند جارتها ولا من حد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. البطه اهي، البطه مالت زورها ازاي ما شاء الله تبارك الله، وياكل ويروح يشرب وينام. هو ده المطلوب، هو ده اللي احنا عايزينه. عايزه افطر بقى بقيه الفراخ. شفتوا الحمام؟ منك لله يا دي الحمام، حطها بعيد عنه. بص الحمام جاي واقف لي فين، شوفوا كبلي العليقه. شوفوا عمل فيها ايه. استنى اما المها بقى. ايه 3. امال البطانه اللي انت حاططهم جوه؟ ها في التليفون شوفي بيصور ايه يا بنت. بس شوف اللي في النص ده كده 5 بيضات اهم. لو ربنا هيرزقني كل يوم ب5 بيضات، 5 في 5 ب25 جنيه، فضل من ربنا ونعمة، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب. يبقى كده اشترينا بيض ب25 جنيه من عندنا. احسن ما اشتريه من بره. والبيض عندي كمان كسر مضمون، لو عايزه ارقب منه زي ما قلت لك. وصور يا بنت حلو، زي ما قلت لك انا باكل على البياض. امسكي البيض ده فين. الفراخ اللي عندي اهي لسه برابر، مش كلك بيبيضهم بس بسم الله ما شاء الله. يوم الاقي 4 بيضات، يوم الاقي 5، يوم الاقي 6، فضل من ربنا. بنفطر منه، بناكل منه، بنرقد منه ونطلع احلى كتاكيت، لان الديك براهمه اهو سخنين. بت البراهمه يلا نطلع.